السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك صحيت من النوم وقلت لنفسك النهاردة هبدأ من جديد؟ النهاردة هتغير إن شاء الله، وبعد ساعات ترجع لنفس العادات ونفس الكسل ونفس الخوف، مش لأنك ضعيف، لكن لأن في حاجة جواك بتشدك لورا، حاجة بتتحكم في قراراتك وإنت فاكر إنك حر. الحاجة دي اسمها عقلك الباطن. اهلا بيكم، انا انس رضا. وقبل ما نبدأ، لو لسه مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وصلي على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ رحلتنا. العقل الباطن هو الجزء الخفي من دماغك اللي مش بيتكلم، بس هو اللي بيقرر كل موقف في حياتك. هو اللي بيخزن اي كلمة اتقالت لك، كل موقف كسرك، كل مرة حاولت فيها وفشلت. العقل ده مش بيفرق ما بين الصح والغلط، هو بس بيحب الحاجات اللي معتاد عليها. وعشان كده عقلك الباطن على طول عايزك تعمل الحاجات المعتادة. أي حاجة مختلفة بيحسسك من ناحيتها بالخوف، بالقلق. عشان كده هو على طول مخليك واقف مكانك مش عارف تتحرك. المشكلة إن أغلب الناس فاكرة إن المشكلة في الظروف اللي هم عايشين فيها، في الحظ اللي هم بيمروا بيه، أو في الناس اللي عايشين حواليهم. لكن الحقيقة إن أكبر سجن أنت عايش فيه هو الأفكار بتاعتك، انعزالك جواها من سنين وأنت مصدقها برضه. العقل الباطن بيتغذى على التكرار، كل فكرة بتكررها بتتحول لقناعة، وكل قناعة بتتحول لتصرف، وكل تصرف بيعمل لك الحياة بتاعتك وبيشكلها. عشان كده لو فضلت تقول أنا فاشل، هتبقى فاشل فعلا، والدنيا مش هتبقى معاك دايما. وفي الآخر لازم تكون انت اللي بتتحكم في كل تصرفاتك، وتخلي حياتك في ايدك، تتحكم فيها وتتحكم في كل تفصيلة فيها. وفي النهاية، لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.